ولأول مرة في المملكة العربية السعودية الساندوتش البقالي الحلو والحادق اللي جاي طاير حاير من مصر لغاية السعودية. أنا فين؟ أنا في حي المربع، شارع الفوالين، مدينة رياض، المملكة العربية السعودية. وكمان هعمل لكم ساندوتشين، واحد حلو وواحد حادق على مزاجي. نشوف التجربة زي مصر ولا إيه؟ ووبس. سطلانة انا في مطعم اسمه سطلانة، بس هي السطلانة جايه من السلطنه، هو قال لك هيخليك متسلطن يعني. تعالى يا احمد. اللقمه دي اللقمه دي عايشه في قلبنا يا جماعه. اللقمه دي يعني ليها ذكريات معانا كلنا. دي لقمه الساندوتش بتاع المدرسه، لقمه الفرن اللي تحت البيت. الله على طعم السجق شخصيا. اللقمه دي بالمناسبه عرفت ان هم تقريبا الوحيدين اللي بيعملوها بتعمل لهم مخصوص. يعني اللقمه دي، استنى نخش على الكبده وانا بتكلم. دي كبده اسكندراني يا جماعه، اسكندراني زي ما الكتاب بيقول، اللي هي كبده وفلفل وفقط. اه طبعا طبعا. نعمل كده. اوبس. اوبا اوبا، حلو الطماطم اللي جت دي. كبده اسكندراني يعني ليمون. عمار يا مصر، والمصحف كان قاعد في مصر. بالمناسبه معظم اللي بيعمل اللقمه دي عندنا في مصر بيعملها من غير سمسم. دول هم كده معليين اللقمه يعني. طبعا واذا ذكرت سندوتشات المدرسه ذكرت ماما، او ماما بتاعت ذكرت كل واحد فينا. بس ماما كانت بتحط جبنه رومي بس الحقيقه. ده جبنه رومي وده لانشون فراخ وده لانشون لحمه. برضو لازم نعمل كده. ليه بقى؟ لان لو خدت قطمه من هنا هتبقى فيها المكونات قليله يعني. بسم الله. العيش عجبني جدا. العيش ده في قلوبنا. معظم اللي شغالين هنا اسكندرانيه، فدي بيقولوا لي عليها جبنه تركي، نفس السجال اللي عندنا في مصر، جبنه رومي ولا جبنه تركي. هقول لكم على حاجه بقى، انا كمان عايز السعوديين اللي بياكلوا الاكل المصري يقولوا لنا هل اللقمه دي وهل الساندوتش ده والطريقه دي بالنسبه لهم جديده، هل دي اضافت لهم ان هو الموضوع في مصر مسمع جدا. فهل هنا يعني هو مش عارف اعمل ايه. طب ايه دي؟ تونه يا جماعه، دي تونه بالمايونيز. لازم نعمل كده. اكتبوا لنا في الكومنتات الاختراعات دي على اعتبار انها مصريه عجبتكم ولا لا. قولوا لنا في الكومنتات. بسم الله. بص، والله كائن يقبل الاضافات. يعني دي محطوط عليها مايونيز، محطوط عليها خضار، محطوط عليها يعني في شويه حاجات مخليها مش تونه صرف زي ما احنا بناكلها، لا كمان الاضافات اللي عليها مخليها انسب اكتر كمان انها تتعمل في ساندوتش يعني. وتونه دي بقى فاهيتا الغلابه، دي فاهيتا لانشون. وفي تحت حاجه بصراحه مش عارف هي ايه، برضه نروح لها ايوه بقى ايوه بقى. اللي تحت ده كريمه جبنه حاجه كده. بسم الله. ده ساندوتش مجرم، ده مجرم. ده تقريبا ميكس جبن او جبنه شيدر يعني، مش قادر احدد قوي، بس مع الفاهيتا علاها جدا. يا جماعه انا معجب قوي بالكبده بصراحه. وبما اني مستحيل اخش مطعم الا لازم اخترع له اختراع، فانا عملت السندوتشين دول. ده سندوتش ايه؟ البرنس اللي قدامكم ده. اولا احنا جبنا اللقمه فتحناها وحطينا فيها كيري بسطرمه، ثم شويه سوداني، ثم نقفل بكيري بسطرمه تاني، ثم حطينا البطاطس، ثم جبنه شيدر على الوش، وفوقيها في الاخر سوداني تاني. بس في الدق ايوه. ناكل لحمه. طب ايه ده؟ اخش اقعد جوه اكله ولا انا مش عارف يعني احنا كده نعمل ايه؟ يعني هحاول افتحه كده نفس المأساة اللي بقابلها في البرجرات. اوبا. بص بص الطبقات بقى اللي حصلت. يا نهار اسود، يا نهار اسود، مزاجنجي فعلا. بص طبقات اهي اهي اهي. ناكل هو عكت سنين. بسم الله. يخرب بيت تيست السوداني مع البطاطس. مع انا حسيت بالسوداني من وانا يعني قبل ما اقطم شميت ريحه السوداني. ميكس اطعمه وافتر تيست كمان السوداني مع البطاطس مع الجبنه.
وهمي، تعالوا اطلبوه. وهوريكم اللي انا عملته بقى في الحلو ده ايه اللي حصل فيه. جبنا اللقمه، حطينا طبقه كريمه، وبعد كده حطينا حلاوه. الحلاوه بقى تحب السوداني، فرحنا حاطين عليها سوداني. نقفل بايه؟ نقفل بكريمه تاني، ثم طبقه كراميل، ثم صوص شوكولاته، ثم صوص بيستاشيو، ثم فستق صريح على الوش. شكرا. طبعا لكم ان تتخيلوا اللي جوه ده هيحصل فيه ايه. برضه نقسمه ولا اعمل ايه يعني؟ مش عارف. ماشي اهي. استنى اوريكم الطبقات. والله يا جماعه مور ميكس، مور اطعمه، مور سعاده. ده ينفع يخش كده. بسم الله. الفستق كان رقيق وشيك وتيستو عالي جدا. دخوله بقى في المكسايه المجرمه دي، لا الحقيقه اضاف. غير ان الحلاوه مع السوداني، السوداني بيعلي قوي طعم الحلاوه، يعني بيخلي القطمه تضرب في نافوخك يعني. اختراع، وتعالوا اطلبوه، ده بتاع مزاجنجي. يلا بص بقى اشكال. تعال نلف بسرعه، استنى اشيل دي كده. تعال نلف بسرعه على اشكال السندوتشات يا جماعه. لا في حد هنا فنان، ده فنان. تعال هنا، ده فنان، ده فنان، عايز اروح له. ده فنان. سندوتشات الحلوه، اشكالها حلوه قوي. دي بالمناسبه اوريو مجروش، ما باودر كده. وده مش عارف فيه جوه ايه. نلغوص ونخش. يا لهوي على اللغوصه، يا لهوي على القمر، اللهم صل على النبي. تعالي نجرب مع بعض. ده انت اسمك ايه الاول؟ ريم. عشت الاسامي يا ريم، انت ايه الطعمه دي؟ اللهم صل على النبي. بتحبي ده؟ بتحبي شوكولاته؟ اكيد بتحبي شوكولاته، صح. طب ممكن اديكي حته شوكولاته؟ اوبس. يلا امسكيها بقى وكمليها. استنى، اختك فين؟ ايه؟ فين؟ تعالي هنا. اسمك ايه؟ تعالي. اللهم صل على النبي، ما شاء الله. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ لا علي صوتك. كارما. كارمن. الله، ايه الاسم الحلو ده؟ تاخدي شوكولاته؟ يلا بسم الله. يلا خدي الاول. خد قطمي قطمه. اوبا، هتقع. بوظنا التيشيرت الماما. امسكي بقى كده، امسكي دي. يلا كليها بقى بالهنا والشفا. خدي منديل اهو. كل واحد فيكم، بعتذر لماما خدي منديل، خليه معاكي. الف هنا يا قمر. انا كنت هخليكم تاكلوا معايا من ده، بس ده لغوصه قوي، فانا هلغوص وانتوا اتكلوا على الله بقى تعالى يا احمد. بصوا انا مبسوط قوي من ميكسات السندوتشات هنا. التفاصيل ممكن تبقى تفاصيل بسيطه، ولكن عاملين منها حوار. يعني ده مثلا يعني ده هتلاقي فيه جوه كريمه. مش عارف طبعا هلغوص قوي اوريكم، بس فيه جوه كريمه، وفي نوعين 3 شوكولاته، وفي بقى هيصه يعني. يا اخي المجرم ده والله، وهو بيخش بقي، عارف بحس ان الحلاوه طالعه من مناخيري. لا دي وداني دي على فكره بس بتلخبط ما بين مناخيري وداني. اسمه ادرينالين، يعني ده لزياده الادرينالين. ومع مسك الختام ده سكالانس، طبعا برضو مختلف عن السكالانس اللي احنا متعودين عليه يعني. سكالانس ده فهتلاقي جواه بقى في كريمه، وفي حلاوه، وفي مربى، وفي شوكولاته فاتحه وغامقه، يعني بيضه وبني. يعني ايه؟ طب اعمل ايه؟ انتوا هنا بعد لما تيجوا هنا يا جماعه اطلبوا شويه جوانتيات، لان انا مع كل ساندوتش من اللغوصه بغير الجوانتيات. يعني هنا المفروض يحطوا سلوجان ملوك اللغوصه. حلو ده. حد قبل كده قال موضوع ملوك اللغوصه ده والله حلو. تعالى يا احمد. بصوا هم هنا حاطين كريمه، بس طبعا في تقدير لو كانت قشطه بلدي زي اللي بتاعتنا كان هيبقى افجر حقيقه. بصوا يا شباب، انا بكون سعيد جدا لما بشوف اي مصري او اي مطعم مصري او اي بروجكت مصري بره مصر وناجح. ان كل مصري بينجح بره مصر هو خير لمصر، وكل مصري زيي انا ببقى فخور بده. تطلعنا فين؟ انا في حي المربع في شارع الفوالين، شارع مشهور قوي ومليان مصريين ومطاعم مصريه وبتاع. المكان الكونسبت ده كونسبت مصري اسكندراني،
وهم تقريبا اول ناس يعملوه في المملكه العربيه السعوديه. اللقمه دي لقمه جديده، حتى يعني حتى مش موجوده في مكان خالص، وما بيعملوها مخصوص يعني، محمين اللقمه بقى زياده يعني، احلى كمان من اللي احنا بناكلها في مصر سنه يعني. الكونسبت لطيف للسعوديين، هيبقى حاجه جديده، وارجو ان انتوا تكتبوا لي في التعليقات انطباعكم عنه ايه. وكتيبه المزاجنجيه اللي في الرياض، اللي في السعوديه عامه واللي في الرياض خاصه، اولا ببعت تحياتي، ثانيا عايز اشوفكم، شوفوا ممكن اشوفكم ازاي، ثالثا تعالوا سطلانه واطلبوا سندوتشات مزاجنجي هتتكيفوا. وكان معاكم مصطفى محمود وماذا جنجي.